الملف الشامل الديك الرومي الملكي خطوة بخطوة، سر التتبيلة والسلق الاحترافي والجلد الذهبي المقرمش فاير. يا جماعة الفيديو ده مش عادي، ده المرجع الشامل للديك الرومي. جمعنا لكم فيه خلاصة التجارب عشان نعمل ديك رومي يشرف بجد في العزومات. هنشتغل بنظام احترافي، تتبيلة تقيلة تتشرب اللحم موس، مرحلة سلق نص تسوية عشان نضمن الطراوة وأهم خطوة حشوة الزبدة والأعشاب تحت الجلد عشان الصدر يطلع طري زبدة ومش ناشف نهائي باتر هرب تشيز. ركزوا معايا في الخطوات دي، احفظوا الفيديو ده ويلا بينا نبدأ الرحلة. راكت. شرطة شرطة شرطة. المرحلة الأولى التنظيف الصح، أساس الأساس. لو الخطوة دي غلط كل اللي جاي ملوش لازمة. 1. اغسليه كويس جدا بالملح الخشن. 2. افركيه بعصير ليمون كتير من جوه وبره. 3. دلكيه بشوية خل. 4. شطفة محترمة جدا بالمية الجارية. 5. أهم نقطة، نشفيه بفوطة مطبخ نظيفة أو مناديل تقيلة من جوه وبره. لازم يكون ناشف تماما عشان التتبيلة تمسك فيه. شرطة شرطة شرطة. المرحلة التانية التتبيلة التقيلة، سر الطعم العميق. دي التتبيلة اللي هتخليه شارب طعم من العظم. المقادير دي لديك وزن 7 كيلو تقريبا. المقادير: 2 بصلة كبيرة مبشورة ناعم، عصير 2 ليمونة كبار، 3 معالق كبيرة زبادي للطراوة، نص كوب زيت، ربع كوب خل. البهارات: 3 معالق كبار ملح، معلقة كبيرة من فلفل اسود، بابريكا، زنجبيل، كزبرة ناشفة، ونص معلقة من قرفة، كاري، كركم، ورشة سكر صغيرة. الطريقة: اخلطي كله لحد ما يبقى معجون تقيل، ادعكي الديك من جوه وبره، وحاولي تدخلي التتبيلة بين الجلد واللحم. غطيه كويس جدا وسيبيه في التلاجة ليلة كاملة على الأقل، ولو يومين يبقى يا وعدي. فاير. شرطة شرطة شرطة. المرحلة الثالثة السلق الاحترافي، ضمان الطراوة. عشان نضمن ان اللحم الكبير ده يستوي ويفضل طري هنعمله نص سلق احترافية. بوكيه جرنيه سلق. في حلة عملاقة فيها مية بتغلي انزلي بيه بصل، جزر، كرفس، كرات، طماطم، فصوص توم، حبهان، ورق لورا، أعواد قرفة، قرنفل، فلفل اسود حسا، وملح. الطريقة: نزلي الديك في المية المغلية، لازم تغطيه، سيبيه يتسلق من ساعة ونص لساعتين حسب حجمه. اختبار النضج: اغرزي سكينة رفيعة في الفخذ، لو دخلت بسهولة وطلعت مية صافية مش دم يبقى تمام. طلعوه يبرد ويصفى كويس جدا قبل الخطوة الجاية. شرطة شرطة شرطة. المرحلة الرابعة وأهم، سر الزبدة عشان الصدر ما ينشفش. دي التركة اللي بتفرق بين ديك المحلات وديك البيت الناشف. المقادير: 250 جرام زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة، أعشاب فريش مفرومة، روزماري وزعتر، ملح وفلفل اسود. الطريقة: اخلطي الزبدة بالأعشاب بإيدك بالراحة، افصلي الجلد عن لحم الصدر والفخدين، احشي تحت الجلد بخليط الزبدة ووزعيه كويس بإيدك من فوق الجلد، ده اللي هيسيح جوه اللحم ويخليه جوسي جدا. بامب. ادهني باقي الجيك من بره بالزبدة دي. شرطة شرطة شرطة. المرحلة الخامسة الفرن، اللون الذهبي والقامشة. جهزي صينية فرن، حطي في الأرضية فرشة خضار، بصل، جزر، كرفس، توم، وشوية مية سخنة أو مرقة. حطي الديك فوق الخضار أو على شبكة فوقهم. فرن سخن على درجة 180. هياخد حوالي ساعة ونص لساعتين في الفرن يكمل تسوية وياخد لون حسب وزنه وحسب مدة السلق. كل نص ساعة افتحي وبصي على السوائل في الصينية، لو نقصت زودي مية سخنة. لو لقيت الوش احمر بسرعة غطيه بفويل، وفي آخر نص ساعة شيلي الفويل عشان ياخد اللون الذهبي اللامع. كراون. شرطة شرطة شرطة. التقديم الملكي. المرقة اللي سلقنا فيها الديك دي كنز، صفيها كويس واعملي بيها أرز بسمتي مبهر. لكل كوب رز 2 كوب مرقة، وممكن تحمري كبد وقوانص ومكسرات وترشيها على الوش. عزومة يعني عزومة. دايموند. شرطة شرطة شرطة. نصائح الشيفات، ممنوع الهزار فيها. الراحة. أهم قاعدة، لما الديك يخرج من الفرن سيبيه يرتاح 20 ل 30 دقيقة قبل التقطيع، لو قطعتيه وهو سخن مولع كل العصارة هتخرج وهينشف. الزبدة تحت الجلد هي سر نجاح الوصفة دي. استخدمي مرقة السلق والصوص اللي نزل في الصينية لعمل أحلى صوص جريفي يتقدم جنبه. ألف هنا وشفا مقدما. تركي. مجهود كبير في البوست ده، ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، واعملوا شير ومن شن عشاق العزومات عشان البوست يوصل لكل الناس. هارت ثامب.